أعزائي مشاهدين قناة خلطبيطة كورة، أهلا وسهلا بكم. الناس كلها كانت عايز تعرف سر احتفال النجم المصري محمد صلاح بالسهم والقوس اللي عمله بعد تسجيله الهدف الثاني والأداء الكبير اللي عمله امبارح. كل الناس قعدت تكهن وتخمن. ميدو مثلا في تويته طريفه قال ان محمد صلاح لحد دلوقتي بيعترف بفضل نادي الزمالك عليه، طبعا عشان الزمالك ما وقعش معاه. صلاح احترف وبقى نجم عالمي، لانه كان لسه بيلعب في الدوري المصري كان هيبقى زي لعيبه كتير في الدوري المصري. ناحيه تانية، ناس قالت ان محمد صلاح انه بيرد الجميل للنجم مصطفى محمد اللي دايما يحتفل بالسهم والقوس، عشان خاطر مصطفى محمد في افريقيا رفع تيشيرت محمد صلاح لما اتصاب وكان واقف معاه بعد ما ناس كتير هجمته، فقالوا ان هو بيرد الجميل. ولكن معظم الناس قالت ان هو كان بيحتفل توت عنخ امون اللي هو ملك الدوري الانجليزي واكتر لاعب سجل في افتتاحيه الدوري الانجليزي ب9 اهداف، متفوق على واين روني ولامبرد والان شريرر اللي هم جابوا 8 اهداف. فبيعمل اللي هي السهم والقوس اللي هو توت عنخ امون لما بيقف على عربيته ان هو ملك الدوري الانجليزي. ودي كلها طبعا كلها كانت تكهنات وتخمينات من الناس عن سر احتفال محمد صلاح الجديد دوت. اتمنى هو بيكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتدعمونا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.